المشرحه. فجيت طب انا كرمني واشتغلت في المشرحه، كنت اصغر واحد من الناس اللي بتشتغل في المشرحه. كان عندك كام سنه ساعتها؟ انا بالنسبه لي انا جاي كبير، انا معلش انا عندي 57. جيت هنا بحدود 45 سنه، وبعدين انا اللي بيقعد في المزرعه بيحب المكان، انا بحب المكان ده. من اكتر الصحفيين كانوا مسميني الشيخ سعيد صديق المزرعه. ليه بقى؟ انا كنت بحبها، مخلص بحبها. يعني عندي سبحان الله اقوم 6 الصبح انظف واعمل واشوف غسل واشوف الميتين اللي عندي واشوف ده واشوف ده. انا بحب المكان ده. طب الناس اللي بتقول لك بنسمع اصوات وانتوا ما بتخافوش، قطط، حاجات دي كده، هو حضرتك كان من فتره كده كان عندنا من الأوضة الثانيه كان بسمع حد وانا قاعد على الكرسي كده بيندى عليا يا شيخ سعيد. اقوم افتح الباب ماليش حاجه، اقول له انت بتعاكسني؟ ماشي يا عم، ليك حساب معايا. فباخدها بضحك كده واقوم قافل والله اقوم قافل الباب وقاعد. انت بقى تشتغل لي؟ يعني انا بكلمه وانت تشتغل لي انا؟ هذا الكلام. الصوت ده بيكرر معاك كتير؟ يعني لما يكون الجو رايق كده وانا قاعد مع نفسي كده في الاوضه لوحدي الصوت ده بتحصل معاك كم مره كده ممكن في الاسبوع؟ يعني ممكن قاعد كده مع نفسي كده والسكرات ماشيه معايا كده، بص الاقي حد بيندى عليا.